انا عمري ما انسى مانويل جوزيه لما لعب ب7 مهاجمين و3 مدافعين بس عشان كان عايز يكسب. الله اكبر. انما للاسف الراجل ده خلاص خلص على الاهلي، خلص على الاهلي. بيراميدز اللي ناقص 3 اساسيين كان هو الاخطر، كان هو الاشرس، كان هو اللي عايز يكسب. بيراميدز المدرب بتاعه وهو بيلعب ب10 لاعبين عمل تغيير هجومي، نزل مروان عطيه وصديق ايجولا بدل كريم حافظ المدافع ومايلي، نزل 2 مهاجمين بدل مدافع ومهاجم، وهو بيلعب 10. انت ايه؟ انت قفشه قعدوا جنبك ليه؟ انت ليه بتلعب ب6 مدافعين؟ يا الهي. وبيدخل فيه جول وهم بيلعبوا 10. بدل ما انت اللي تجيب جول هم اللي بتجيبوا فيه جول، ويا دوب بتتعادل هدف الشرف بس اللي احنا جبناه ده بتاع احمد رضا. الكلام خلاص ما عادش فيه كلام. اوعى تستنى بيراميدز يخسر لك 4 نقط في 6 ماتشات وكل الحكام اللي هيحكموا له مصريين، يعني تنسى. ده انت كمان اوعى تفتكر ان انت هتكسب ال6 ماتشات اللي جايين بالشكل ده. ده انت ممكن تفقد المركز الثاني كمان ممكن تفقد المركز الثاني بسهوله جدا. الحكام هيجاملوا الزمالك، وهيضغطوا عليك، انما انت كولر ضغط عليك اكتر من الحكام.